السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال يا رب. النهارده بقى فيديو يا جماعه مختلف تماما عن كل الفيديوهات. فيديو جميل وبصوا ممتع وهتستمتعوا معايا جدا. احنا دلوقتي انا بكلمكم حاليا دلوقتي وانا في المصيف. انا دلوقتي في مطروح على فكره. فالفيديو معانا بقى بيوريكم بقى ايه مراحل وصلنا لمطروح. انا هنا في كده في نبروج، الساعه كانت 6 الصبح خرجنا، وكنا ايه خارجين من نبروج كده بنخرج من نبروج. بصوا يا جماعه احنا رحنا مصر، رحنا القاهره. ركبنا من القاهره، بس احنا بقى ايه قلنا هنخرج ونمشي الصبح الساعه 6 كده في الطراوه عشان الحر. رحنا فين؟ رحنا محطه القطر بتاعتنا بتاعت طلخه اهي. وبعد ما رحنا كانت الساعة كانت كام ساعتها؟ كانت 6:30 بالظبط واحنا واقفين كده. فرايحين نقطع بقى التذاكر عشان نروح القاهرة. لقينا بيقولك النهاردة القطارات اللي بتروح القاهرة الصبح كده اجازة. طب اول قطر امتى يا عم الحاج؟ قالك الساعة ايه؟ 8. طب يا عم الساعة ايه؟ 7:30، 6:30. المهم ايه كانت، لا كانت حوالي 6:10، مش ونص، 6:10. لان احنا قلنا ايه لسه ساعتين، فهو قال ايه القطر هيجي 8 ل10. فقلنا لسه ساعتين، لسه هنزرع ده كله. المهم يا حبايبنا بقى ايه اللي حصل؟ المهم قلنا لا احنا نروح فين؟ نروح نركب موقف المنصوره. من وقفنا عندنا احنا طلقه، ركبنا ايه الموقف زي ما شايفين كده احنا في العربيه. ركبنا عربيه ورحنا على القاهره على طول. اهو هنا بقى كنا نزلنا فين؟ نزلنا في القاهره، نزلنا في المؤسسه في اول حاجه في مصر خالص. رحنا عند مين بقى؟ عند بنت خالتي. بصوا يا جماعة، رحنا قضينا اليوم، كان يوم جميل ممتع قوي. اول ما رحنا كانت الساعة هنا بالظبط بالظبط 8:49. ما الطريق كان فاضي وكنا الصبح خالص والدنيا تمام. المهم نزلنا هنا بقى ايه، رحنا فين؟ المؤسسة. وبننزل بقى ايه لازم نعدي من نفق كده او في كوبري من فوق ايه النفق. بس احنا مش عايزين نطلع حاجة عالية، احنا قلنا خلاص احنا نعدي النفق. نفق برضو شكله جميل قوي وشيك يعني هيعجبكم من جوه، في حاجات حلوة. المهم رحنا فين بقى؟ رحنا عند بنت خالتي، قضينا معاها اليوم. ونزلنا من هناك الساعة 9 بالظبط. ركبنا الباص بتاعنا، ركبنا الساعة، رحنا ركبناه، وصلنا عبال ما وصلنا ركبنا المترو. وصلنا الساعة 9:30 كده. وركبنا بقى والباص اتحرك الساعة 10:30. ووصلنا هنا مطروح الساعة 6:30 الصبح. بس بصوا رحلة يعني رحلة كفاح. عاوزة اقول لكم بقى ان احنا الطريق من القاهرة مطروح مش ممتع خالص ومش حلو. الطريق من اسكندرية مطروح روعة. عارفين يعني ايه روعة؟ كل مارينا قدامك والساحل قدامك والعلمين قدامك والدنيا كلها منورة. بجد انا بموت في المشوار اللي هو بنيجي منه من اسكندرية ده. بس يلا بقى احنا معزومين اصلا على الرحلة دي. فاحنا ما دفعناش من جبنه ولا شيلين، فخلاص بقى مش هيبقى شحاته وقماره كتر خير الايه اللي عزمتنا على الرحله الحلوه دي. المهم ايه المهم طبعا احنا كده وصلنا عند بنت خالتي. ده الشارع بتاعها، شارع ناصر. زي ما انتم شايفين الشارع كله شجر وجميل قوي. انا اهو. المهم يا جماعه ايه كنا احنا خلاص براحه يا محمد. كنا احنا بقى خلاص كده هنا وصلنا. بوريكم البتاع الشجر. خلاص طلعنا عندها خلاص اهو، حطينا الشنط وتمام. عبال ما قلعنا هدومنا كده وكلنا قعدنا شويه غسلنا وشنا ومش عارفه ايه. كانت هي عملت لنا احلى فطار والله العظيم، احلى فطار. حصل محب لكم حصل. اهو الفطار قدامكم اهو. تاتا عملت لنا، شوف الفطار جميل كان اكل. البسطرمة او عملت بص بتعمل البيض بقى حكايه، بتعمل بيض بالبسطرمه بالجبنه الرومي واللانشون حكايه. والفطار اصلا ممتع. قلت لها ايه بالليل بقى واحنا خارجين؟ قالت لي هبه. قلت لها نعم. قالت لي يلا خدي معاكي ايه شويه حاجات. المهم الاول اقول لكم على ايه، على رحله الكفاح. المهم متقاله لي ايه يلا عشان ايه نتغدى. طبعا احنا قعدنا نمنا شويه كلنا ومش عارفه ايه. بعدين صحينا لقيناها عامله لنا غدا، عامله لنا لحمه وعامله لنا فته وعامله لنا كرشه اه والله العظيم كرشه. بصوا احنا بنعشق الكرشه. الاكل كان عالمي. بنت خالتي اصلا طباخه يعني بصراحه. دي بنتها دي مواد حبيبه قلبي. هي بقى قبل ما عملت الغدا كنت انا قلت لها ايه خلاص انا اقف في البلكونه شويه استمتع بهذا الجو. هنا اهو بوريكم بقى المنظر من فوق. الشارع بتاع هناك الشارع بتاعه طويل قوي. تحت البيت بقى اللي هي فيه تحت البيت فرن عيش. بصوا بقى يعني حاجه كده
العيش كان طالع سخن وجميل. هنا بقى هي ايه كانت عملت الفته وكانت جهزتها، واحنا بقى يعني قلنا خلاص هي بقى مش راضيه تعمل اي حاجه لما نقول لها يلا عشان ناكل. فخلاص هنا كانت الساعه بالظبط يا جماعه 7 المغرب. قلنا لها خلاص يلا عشان هنمشي ايه، خلاص ماشي يلا عشان ناكل. طبعا جهزت الاكل، اللحمه قدامكم والفته والكرشه والشوربه والصلصه الجميله، العشق بالنسبه لي الصلصه دي توم بقى وخل وايه، طماطم وتوم وخل. هنا بقى كنا ايه، كنا خلاص مشينا وكنا رحنا فين، رحنا المترو. محمد بلاش تفتح وتقفل. ابني مستعجل على النزول قوي، ابني مستعجل على النزول قوي، واحنا جايين من البحر بصراحه دايخين ومصدعين. المهم ايه، احنا ركبنا المترو عشان ايه عشان نوصل المحطه بتاعتنا اللي هنركب منها الباص اللي هيودينا بقى ايه مطروح ان شاء الله. هنا بقى بوريكم ايه مقتطفات بس كده من المترو من الطريق وخلاص، مش هنكمل يعني. محمد ابني جه يركب، كان اخر واحد راكب، الباب بتاع المترو كان يتقفل، قاعد يقول لي كنت هتسيبيني كنت هتسيبيني. هنا بقى نزلنا محطه اسمها محطه انور السادات. وهنا بقى ايه محمد بيقول لي انا خايف اقع. قلت مش ما تخافش يا محمد، ابتدي مع اول سلمه يا محمد، ما تقفش على الخط بتاع السلم وانت هتطلع يا روح، عشان هو ما بيعرفش يطلع الاماكن دي وهو في ايده في ايديا. المهم هنا خلاص بقى كنا ايه خلاص طلعنا المترو، والشيل كانت الشنط، بصوا الشنط طلعت عنا بصراحه. الواد محمد ابن اختي حبيب قلبي عامل عمليه في ايده ومركب سلوك، والواد اتبهدل يا قلبي والله. هنا بقى كنا ايه الى الرصيف اهو. هنا بقى كنا خلاص كده الحمد لله وصلنا خلاص وهنطلع اهو. محمد ابني كان محتاس بالكوره بتاعته، هي اللي قدامكم دي الكوره والبرنطات بتاع البنات. هنا بقى خلاص كده طالعين اهو السلم زي ما انتم شايفين. شوفوا الجمال بقى، شوفوا الجمال، شوفوا القمر بقى. شفتوا القاهرة وجمالها يا جماعة، القاهرة قمر قمر. شايفين القاهرة يا جماعة وجمالها قمر. هنا بقى ايه احنا بقى كده رايحين على ايه، على الباص. بقول لكم شايفين الزرع جميل ازاي، الباص قدامنا هناك اهو، اهو الباص اهو. يا دوب احنا وصلنا وركبنا وقام ايه وقمنا احنا ماشيين. ادي اول ايه، احنا كنا 3 باصات على فكرة. كنا 3 افواج سياحية يعني. احنا اتأخرنا احنا شوية على بال ما ايه ما جهزنا، كان في ناس اتأخرت وكده. هنا بقى ايه فتحوا بقى اللي بنحط فيها الشنط دي، فتحوها وقعدنا بقى ايه نرص شنطنا بقى وحاجاتنا زي ما انتم شايفين كده. احنا خلصنا كل الشنط اهو، والشنطه اللي فوق دي بتاعتي، عماله اقول كل الشنطه اللي فوق دي بتاعتي. وهنا بقى خلاص كده تمام، بنركب بقى اهو زي ما انتم شايفين. محمد حياتي بيركب. هنا بقى خلاص، هنا بقى كنا ايه لسه طالعين من ايه من القاهره بقى. هنا كنا لسه طالعين من القاهره، بوريها لكم بقى بالليل وجمالها. بس احنا كنا على كباري بقى والاماكن بعيده شويه زي ما انتم شايفين. بس والله العظيم يا جماعه بصراحه الاستمتاع كله. وهنا بقى بوريكم احنا في الباص الناس كلها 5 دقايق يا جماعه والنور ده اتطفى والدنيا كانت ضلمه، كل الباص نام كله. بس وقفنا بقى ريست 3 مرات، كل ساعتين ينزلنا في ريست بقى، اللي عايز ياكل حاجه يشرب حاجه يعمل حمام يغسل وشه كده يعني، كل ساعتين يعمل كده. هنا بقى بوريكم تشوفوا الدنيا ضلمه، انا اللي منوره بالفلاش، هقفل الفلاش. شوفوا بقى شايفين ضلمه، الطريق ضلمه والبتاع ضلمه، الباص ضلمه، بجد الاستمتاع كله واحنا رايحين. شوفوا الضلمه. هنا بقى نزلنا الريست زي ما قلت لكم، تخشوا ريست تحسوا انتوا داخلين ملاهي. العيال جوه في مراجيح للاطفال وفي بس مش عارفه راحت فين الحته بتاعت المراجيح دي. محمد ابني اختصر الدنيا. محمد بقى كان عايز ياكل عشان ايه كان جاب قلب امه خلاص، راح بقى جاب ابني جاب، بصوا يا جماعه ابني جاب عصير وشيبسي ومش عارفه ايه كمان، 3 حاجات بس ب100 جنيه. شفتوا بقى انا اللي احنا فيه. الاسعار في مطروح زيها زي بلدك، مش غاليه خالص يعني. الشيبسي ب10 هو ب10، الشيبسي ب5 هو ب5. هنا في مطروح الاسعار زي ما هي. حتى السمك احنا جبنا النهارده سمك اول يوم،
اللي بقول لكم الاسعار هنا جميله قوي، زيها زي ايه، زي بلدنا، بلدي بلدي. فالاسعار حلوه في مطروح، لكن في ريست اللي على الطريق ده لا، ما فيش حاجه حلوه. المهم بقى هنا كنا وصلنا خلاص وبننزل الشنط. كنا بقى هنا بقت الساعه 6 بالظبط الصبح. واوريكم بقى البرج اللي احنا قاعدين فيه، والمدخل بتاع البرج كمان، والاسانسير. احنا قاعدين في الدور السابع. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي الشقه يا جماعه. شوف بقى الشقه بتاعتنا. شقه جميله قوي على فكره، وكل اوضه فيها، بصوا الاوض بتبص على ايه، على الشارع، وهوا ما شاء الله. الهوا العيال كلها اللي معانا بردانين، حتى اختي بردانه والله العظيم كلهم نايمين عشان بردانين. الهوا هنا جميل قوي. هنا بقى المطبخ، دخلة الباب شوفوا المطبخ، والصاله زي ما انتم شايفين. هنا بقى ايه، في اوضتين كده مع نفسهم والحمام جنبهم. الاوضه دي انا خدتها اول ما دخلت، قلت لهم الاوضه دي بتاعتي والله. انا ومحمد على سرير، وبنت اختي على سرير. بصوا البحر هناك، بس البحر هناك، البحر بينا وبينه ايه، هو الشارع بس، مفيش دقيقتين دقيقتين بالظبط. يعني احنا واقفين وشايفين البحر تحفه. هنا اهو بوريكم بقى. وهنا كده الحمام. انا اكتشفت الشقه وانا بصور معاكم، يعني ما كنتش دخلت قبلها، كنت دخلت معاكم كده بالتليفون وايه وصورت معاكم. وهنا كده زي ما انتم شايفين كده، دي اوضه كمان اهي. ده سرير كبير. جيت افتح البلكونه يا جماعه، معرفش افتحها ابدا ده لا خلاص خليكي، بس احراج بقى، مش عارفه افتحه قدامكم. شوفوا مش راضيه ابدا. وكان في دولاب ضلفه واحده كده. وهنا بقى ايه، اهو المطبخ جنب منه اوضه، في مدخل الشقه هنا جنب منه اوضه كده اهي. دي بقى مرات اخويا خدتها هي وبنتها واختي. اختي وبنتها معاها برضه يعني، السرير كده حجزت. الاوضه الكبيره بقى معانا الجماعه بقى ايه اللي مستضيفيننا. وهنا بقى الصاله زي ما انتم شايفين، بقول لكم في شاشه اهو. طبعا الدنيا كلها عندها شاشه هنا بقى الفيو من فوق، الفيو قمر. شايفين الجمال. مطروح اصلا جميله وميتها جميله جدا. بصوا بقى ان شاء الله الفيديو ده هينزل، وهنزل لكم بقى ايه اول يوم بقى عملنا ايه وكلنا ايه وشربنا ايه ورحنا فين وجينا منين كده. يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احاول انزل لكم كل يوم بيوم ان شاء الله، عشان ايه تشوفوا تفاصيلنا وتعيشوا معانا ايه الاجواء الحلوه دي. وكده الفيديو الجميل ده معانا يكون خلص، وارجو ان هو ينال اعجابكم، وارجو ان انتوا يا جماعه تشجعوني كده بلايكات لايكات. واشوفكم على خير، واستنوا بقى الفيديو بتاع بكره ان شاء الله. سلام.